السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. رمضان مبارك سعيد، يدخل عليكم بالصحيحه والسلامه والهنا ديال الوقت، ونتمنى يا ربي اللي في خاطرو شي حاجه يحققها له سيدي ربي، ونتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله ونعجبكم ان شاء الله بحول الله. واليوم غنقدم لكم ان شاء الله سلو اللي ما كيخطى حتى دار، ونتمنى تعجبكم الوصفه. كان المقادير ان شاء الله غنبداو ب 2 كيلو ديال الطحين، كيلو رطب وكيلو حرش، يعني كنحمروهم. كيلو فينو وكيلو رطب. كنديروا 4 المعالق ديال النافع والبستاني والنافع البلدي. كنديروا السكر على حسب الخليط، الزيت هو على حسب الخليط كنكونوا قالين فيه اللوز ومحمر، الجنجلان 2 كيلو ونص ديال اللوز، نص كيلو كنديرو بخاليني هكا مع كيلو الجنجلان محمرين، و4 المعالق ديال القرفه مطحونين ومغربلين. كلشي مغربل البنات، كلشي كنغربلوه. يعني كنبداو الملحه والكوزه باش ما ننساش لكم، حيت الكوزه نسيتها وراه درتها حتى الاخر. المهم الملحه كنديروها هي الاولى مع الطحين، كنغربلوا الطحين باش ما كيبقاوش فيه دوك الكرات مكركبين، وكنديروا معاه الملحه وتنخلطوا ان شاء الله. وتنزيدوا عليهم كنزيدوا عليهم النافع، داك المقادير اللي حدايا كاملين. كنديروا المليحه هي الاولى، راه قلتها لكم هما هي الاولى، وكنحركوا باش كلشي ديك الملحه ما كتخليش تخرج لينا دوك الاذواق اللي غنديروا في الصفوف، هي اللي كتعزل لينا داك المذاقات وداك الشيء. كنديروها هي الاولى وكنخلطوا. تنزيدوا عليهم المقادير النافع والقرفه وكنخلطوا، والمسكه حره 20 درهم ديال المسكه حره. النافع درناه غنخلطوه، هي دابا 20 درهم المسكه حره مدقوقه مع شويه السكر كلاصي والنافع، وكنخلطوا. يعني ما كنحبسوش من التخلاط باش كينسجموا لينا المقادير شي فشي. تنزيدوا السكر كلاصي، النوبه الاولى كنديروا ديك الرابعه ديال السكر كلاصي، وكنخلطوا باش ما نفوتوش الحلاوه. ما خصوش عاوتاني يجي زعيق بالحلاوه، يعني كتعرفوا بان السكر عنده اضرار دابا، والاغلبيه الناس ولاو كيمرضوا بالسكر. كنحاولوا نتفاداو الحلاوه بزايد. كنديروا الجنجلان، هذا كيلو الجنجلان محمر، ونص كيلو ديال اللوز محمر بقشورو، كنطحنوهم بوحدهم بخاليني، طحنتهم غير في الدار بالطحانه حتى كيطلق لي دم ديالو داك اللوز وداك الجنجلان. هو اللي درت دابا، وغنحاولوا نخلطوا. تنعركوه مزيان باش كيطلق لنا لي دامنيت ديالو وينسجم مزيان مع الخليط. الا ما جمعناش هذا الخليط داك الطحين، كنحاولوا داك الزيت اللي قلينا فيه اللوز كنحاولوا نزيدوه نيت مع الطحين ومع المقادير مع الجنجلان واللوز، حيت ضروري خص الزيت يكون طايب. ما تحاولوش ديروا خضر، الا درتو الزيت طايب ما كيضرش، الا درتو خضر غيبقى يضر لكم الصفو، فين ما تاكلوه غيضر لكم. يعني كنحاولوا نطيبوا الزيت ونخليوه يبرد عاد نخلطوا به. كنزيدوا الزيت اللي غيقدنا، عاوتاني كنخلطوا. الا ما باناش جا معلك تنعاودوا عاوتاني نزيدوا الزيت. تنعاودوا نعلكوه حتى كيولي معلك، تتحسوا به ولا معلك سلو في يديكم. ضروري خص تدليك مزيان باش كيطلق لي دم ديالو داك الصفوف. كنقولوا الصفوف او سلو، كاين اللي كيقول لها الزميطه، هو راه عنده عده اسماء.
كنعاودو كنذوقوه. الا لقيناه باقي ناقصو الحلاوه كنزيدو عاوتاني السكر كلاصي. كاينه البنات اللي كيخلطوا بالعسل وكاين اللي كيخلطوا بالسكر، كل واحد على حسب اللي بغى. صافي ها هو بدا كيتعلك لينا دابا سلو في يدينا. خصو يكون القوام كيجي معلك، راه كتحسي به في اليد معلك. وبالنسبه باش يجيكم بنين السلو البنات، حاولوا دائما الطحين يكون ناقص على المقادير، على الجنجلان وعلى داك اللوز يكون ناقص. دابا انا دايره كيلو ونص الجنجلان وكيلو ونص ديال اللوز، وعندي غير 2 كيلو ديال الطحين باش كيجيو دوك القوامات الاخرى. القوام ديال اللوز والجنجلان باين في هذا، ماشي ديروا اللوز والجنجلان وديروا 4 كيلو ديال الطحين، هذا راه ما كيجيش بنين. ها حنا الكوزه زدناها اللي كنت نسيت قلت لكم غنزيدوها، وعاد كنزيدو داك اللوز البنات. اللوز راه كان عندي مهرمش وهذا راه ما تصورش ليا داك اللقطه راه تحيدات ليا من التصوير. اللوز والجنجلان اللي ما مطحونينش كيبقاو صحيح، اللوز غير هرمشتو وهذا اللوز صحيح خليته حتى الاخر. اما اللوز مهرمش هو محمر ومهرمش هذاك منقي، وخويت عليه الماء طايب وفسختو وقليته في الزيت وهرمشتو، درتو الجنجلان تا هو محمر وخليته صحيح. يعني كيلو طحنته تا ولات الزيت ولا بحال البخاليني ديال اللوز هما اللي كنت عجنت بهم، وهاد الجنجلان الاخر كيبقى نص كيلو صحيح. صافي في الاخر صافي من تجمع لينا هذا هو. وبالنسبه لهذا عندي كوموند كنبيع الكيلو، بالنسبه للثمن ديالو كنبيع الكيلو ب 150 درهم، 150 درهم للكيلو. الشكل النهائي ديال سلو، الشكل النهائي ديالو ها نتوما كي كتشوفوا شاد راسو ما كيسيح ما حتى حاجه، ورائع بنين. ونتمنى يكون عجبكم سلو، نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. وعقبال ان شاء الله الوصفه اخرى ان شاء الله بحول الله. بسلامه عليكم.